هتبقى مدرسة ومركز علمي كبير. هنا قسم الإقامة للطلبة اللي هيجوا لنا وافدين من الخارج لتحصيل العلم. إيه رأيك يا شهرزاد؟ عظيم. على فكرة في كمان قسم خاص لتعليم الفتيات. بجد يا مولاي؟ بجد. أكتر حاجة كانت بتألمني طول الفترة اللي فاتت لما كانوا الناس بيخبوا بناتهم عني. علشان كده لقيت إن أفضل طريقة علشان أقدم لهم اعتذار هو إني أبذل كل جهدي في سبيل تعليمهم. مفيش شيء يا مولاي يخرج الإنسان من مخاوفه وأوهامه زي التعليم، فما بالك ببنات حواء اللي عايشين جوه تقاليد مجتمع بتحرمهم من العلم. تعليمك للبنات مش هيبقى اعتذار لجنس حواء وبس، ده هيبقى تخليد لذكرى ملك إنسان قرر إنه يواجه أخطائه ويعترف بيها ويغيرها للأحسن. لولاكي أنت يا شهرزاد ما كانش ممكن أبداً أقف قصاد نفسي وأواجهها. كنت شايف نفسي الحق المطلق والإرادة المطلقة، لكن معاكي أنت عرفت أشوف نفسي من جديد، إنسان ممكن يخطئ يتعثر، وممكن كمان إنه يواجه نفسه ويكتشف أخطائه ويحاول يعالجها. طب أنت فاكر إحنا وقفنا فين في الحدوتة؟ طبعا فاكر. يلا احكي يا شهرزاد. بصي لي بقى يا معلم. مش هبص على حاجه. جرى يا بنت الناس، انت هتعملي لك شغلانه؟ ما احنا بصينا في الحسابات دي 100 مره. ممكن تاخدني على قد عقلي ونرجع تاني؟ جودر، نعمين ياما. أنعم الله عليك يا ابني. ستنا نفيسة العلم نادتني للزيارة وأنا بإذن الله حلبي. مدد يا ستنا، الفاتحه امانه يا أم. طبعا يا حبيبي، هدعيلك راضية عنك، وهدعي كمان للبت شروق ربنا يقومها وينتعها بألف سلام. امين يا رب. ما تيجي معانا يا شروق، أهو تفرطي رجلك وتتباركي بالزيارة. نفسي ياما، بس غرقانه في الحسابات، ونفسي جودر يعرف احنا بعنا ايه واشترينا ايه الشهر اللي فات. ان شاء الله المره الجايه اجي معاكي. طيب يا أختي، خليكي انتي مع جودر عشان الحسابات، وخلينا احنا الزيارة المرة دي. يلا يا فل. حاضر يا ست الحاجة. بقول لك ايه يا ست شروق، الغدا جوه جاهز ويا دوبك على الغرف، بالهنا والشفا. تعيشي يا فل. استني ياما. عيني يا ابني. تسلم عيونك. سكي، عايزك تفرقي كل اللي فيه على الغلابه والمحتاجين. طول عمرك يا ابني قلبك أبيض وطيب، بتحس بالغلابة والمحتاجين. ربنا يسترها معاك يا ابني، ويجعل القليل في ايدك كتير. قادر يا كريم، راضي عنك. خلي بالك من امي يا فل، اوعي الدراويش يلمحوا الكيس في ايديها يهجموا عليها ويوقعوها في الارض. من عينيا يا سيدي جودر، انت تأمرني. يلا طريق السلام. الله يسلمك يا ابني ويسلم عمرك، تفرح بخلفتك يا حبيبي وتطمن على اللي جاي. امين يا رب. نراجع بقى. يوه بنت شروق، ايه؟ تعالى اقول لك على حاجه. ها؟ انت مش جعانه؟ اقوم اغرف لك الاكل. انا عندي ليكي حته مفاجاه، بس غمضي عينيك الاول. ماشي يا عم. غمضي عينيك كويس. مغمضاهم. بصي بتنصبي ازاي؟ غمضي عينك يا بت.